بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن اتبع هداه. معشر الإخوة الكرام المحترمين والحاضرين معنا، ومعشر الإخوة الكرام والأخوات كذلك الموجودين عن بعد والحاضرين معنا عن بعد مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي أن أعود فأحمد الله سبحانه وتعالى مرة أخرى من دون كلل ولا ملل، بل بسعادة خاصة كل مرة، ولكن في بعض الأحيان مستشعرون بعض نعم الله علينا أكثر من بعض الأحيان الأخرى بكل صدق. واليوم أنا أستشعر سعادة إضافية بحضوركم لمناقشة هذا الموضوع الحرج، لأننا يعني في هذه الأمة ولله الحمد من الدعاة إلى الحق، أو في صفهم على الأقل، ومن الدعاة إلى الخير إن شاء الله. لأن يعني اليوم يوم أحد، وهو عادة يوم راحة بالنسبة للناس بصفة عامة، ولكن الدعوة التي وجهتها لكم لنجتمع مباشرة وليس عن بعد ونتحاور حول ما يروج حول المدونة، لأننا إلى حد الآن لسنا بصدد نص قانوني أو مقترحات رسمية. بطبيعة الحال نحن بصدد رسالة ملكية، ولكن من لطف الله سبحانه وتعالى بجلالة الملك أنه لم يورط نفسه في أي حكم يمكن أن ينسب إليه مباشرة. فهذا مما أنا قرأته بطريقة جد إيجابية، باعتبار أن سيدنا حفظه الله يريد لهذه المقترحات التي قطعت مسارا طويلا أن يتقبلها المجتمع أولا، أو يدخل فيها من خلال مناقشته لها ومحاولة معالجته لها، أن يدخل فيها ما يراه من تعديلات، وهذا من تمام حكمة جلالة الملك حفظه الله. ولكن بطبيعة الحال وقعت من خلال السادة وزير الأوقاف ووزير العدل تصريحات، وهذه التصريحات أثارت ما أثارت من ردود فعل اجتماعية غير مسبوقة في أي موضوع حسب الذي فهمت، إلا إذا استثنينا ما كان في سنة 2000 حول خطة إدماج المرأة في التنمية، ولكن ساعتها لم تكن هذه الوسائل المتوفرة كما هي متوفرة اليوم. ومع ذلك كانت هنالك تفاعلات كبيرة جدا قد تكون مساوية لها، أو على كل حال وحزب العدالة والتنمية لا ينفي أنه هذا المسار ساهم فيه بأول قبل كل شيء بعمل سياسي وإعلامي كبير من خلال لقاءات خاصة وندوات وإصدارات ومذكرات رفعها إلى اللجنة الخاصة. ثم بعد ذلك أحجمنا لما رفعت الأمور إلى جلالة الملك، باعتبار أنه هو في النهاية المكلف الحسم أو التحكيم في الأمور التي وقع فيها خلاف. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بهذا الوطن أن جلالة الملك أحال كل هذا على خصوصا
ما له يعني علاقة بالجانب الديني على المجلس العلمي الذي أصدر فيه يعني فتاوى معينة. ولكن جلالة الملك في نفس الوقت يعني كلف الوزيرين المعنيين بإنزال هذه الأمور بطبيعة الحال، والسيد وزير رئيس الحكومة يعني هو كذلك لم يتبنى أي شيء يعني واضح في هذا الأمر. وبطبيعة الحال حزب العدالة والتنمية الذي ساهم هو كذلك في نفس الوقت كانت عنده مواقف، ولكن المواقف التي وقع بعضها أخذ به، وبعضها يعني حور أو إلى آخره حسب التصريحات. وهذا كله نجتمع اليوم لكي نناقشه بكل حرية. نحن نقول لإخواننا والمتعاطفين معنا وعموم المواطنين أنه لحد الآن ليس هنالك أي شيء نحن ملزمون به إلا ما صدر عن المجلس العلمي الأعلى باعتباره لا يجوز شرعا. هذاك ما صافي ما غنعاودوش نهضروا عليه، حنا ما محتاجينش نتكلموا عليه، سواء تعلق الأمر يعني بالتعصيب أو تعلق الأمر بتوارث المسلم والكافر أو تعلق الأمر بإثبات النسب من خلال يعني لدين. هذو ثلاثة ديال الأمور حسم فيها المجلس العلمي وتقبلها المجتمع وانتهى الموضوع. ما تبقى سوف نتناوله، إما نوضح موافقتنا له أو موافقتنا الجزئية أو مخالفتنا له. نحن أحرار، وحنا الإخوان ديالنا في هذا البلد العزيز بما نمثله من خصوصية، لأن الخصوصية المغربية اكزيست، يعني ماشي وهم، الخصوصية المغربية شيء حقيقي. ويعني هذا الذي يعني اليوم نتداول فيه ونستمتع بحريتنا فيه ويستمتع المجتمع إلى أدنى مستوياته فيه يعني من الحرية، لم يكن في دول إسلامية شبيهة بنا تماما أو جدا. فما لا تنسوا أن السيد الحبيب بورقيبة رحمه الله على كل حال يعني اختار هذا النوع من المنطق الذي يسير في اتجاه يعني تعطيل أحكام الله كالتعدد مثلا، منعه وهو ممنوع فيه نهائيا، وهذا منذ زمن طويل، وغيره من الأحكام. ورغم ذلك فهو لم يصل إلى الإرث. يعني انظروا ماذا وقع في تونس، ونفس هذا طبقوه على مصر وعلى سوريا وعلى العراق. وانظروا إلى مصر، لا مصر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الأزهر لم تتجرأ على هذه الأمور، لكن العراق وسوريا وتونس يعني هذه دول انظروا إلى ما وقع فيها من الفوضى والخراب. والعلماء يربطون بين هذا وذاك، لأنه يعني التنكر لأحكام الله يعني بطريقة غير مشروعة وغير مبررة وغير جائزة يعني يجر البلايا على الشعوب والأمم التي تسكت عليها. فها نحن ولله الحمد يعني رغم كل ما نعلم وتعلمون من أن هذا الأمر تدخل فيه جهات كثيرة، منها ما هو خارجي باعتبار أننا يعني عندنا يعني ارتباطات مع منظمات دولية تسائل عن مجموعة من يعني القناعات والقرارات التي اتخذتها والتي صادق عليها المغرب بتحفظ أو بغير تحفظ خلال مدة طويلة، قضية المساواة إلى آخره. يعني كل هذا بطبيعة الحال لا بد أن نستحضره. ونحن نعلم يعني الأمور يعني كيف مرت من مرحلة إلى مرحلة، ولكن مع ذلك فلن يعني لا يمكن أن يمنعنا أحد ولا أن يعني من أن نمارس حريتنا في إبداء رأينا وفي النصح الذي هو الأساس الذي يقوم عليه هذا الحزب، يعني المساهمة في الإصلاح والنصح يعني للجميع بما في ذلك لأولي الأمر بطبيعة الحال، حتى يعني يحاولوا أن لا يتجاوزوا الحدود.
باش نكونوا زعما صرحاء الاخوان ديالنا في هذا المطالب التي تسير في اتجاه معين كما لا يخفى منذ زمن طويل. بطبيعة الحال هنالك أشياء مفهومة لأنه فيها مصلحة حقيقية، وهي داخلة في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذه أمور يعني مفهومة ومقبولة. وأرجع بهذا إلى قضية يعني الوصية الواجبة التي كان فيها أبناء الهالك قبل أبيه، يعني شي واحد إلا مات قبل ما يموت باه، فهمتيني ولا لا؟ ملي كيموت الوالد ديالو تيكون في بعض الأحيان ميسورا، يعني ينال الإخوة الأحياء يعني نصيبهم من الإرث، ويحرم أبناء ذلك الذي توفي قبله. يعني هذه دابا كانت كيبقى فيهم الحال وكيبان فيها بحال يعني هما محقورين في وسط خوتهم، في وسط ولاد العمومه ديالهم وداك الشيء. فمنذ زمن طويل، انا كنت باقي صغير، خرج هذا التعديل وتقبلته الامه، بمعنى ان الشريعه الاسلاميه كما لا يخفى ليست جامده، فهمتيني ولا لا؟ تكون الامور يعني واضحه، يعني شي حاجه اللي تتبقى اللي كتولي يعني كتبان انه الظروف ديالها ما بقاتش، اذا تقبلتها الامه وحكم بها العلماء. فالان العلماء ابدوا رايهم، جلاله الملك عطى التوجيه العام، الساده الوزراء جاوا تيقولوا لنا بعض الاشياء، هذاك الشيء كله اللي قالوا اذا الذي سنناقشه اليوم هو ما قاله الوزراء. اما يعني مناقشه المدونه كلها والنصوص القانونيه التي سوف تاتي، فهذا له زمن اخر، هذا له زمن اخر. بطبيعه الحال المواطنون عبروا عن ارائهم، في العموم كانت سلبيه، وهذا الشيء مفهوم ومعروف، فهمتيني ولا لا؟ خصوصا بعض النقاط يعني كانت سلبيه، بل يعني مستنكره، ولكن الناس في الفيسبوك مخلطين، كاين اللي ما عندوش علم، كاين اللي يعني داك الشيء عندهم سطحي الى اخره، وكاين ناس محترمين وكبار لا اللي ساهموا في هذا الشيء، منهم علماء ومنهم وابدوا رايهم، وكاين بطبيعه الحال اللي عاوتاني مشى الاعلام بحال السيد وزير الاوقاف، بحال السيد وزير العدل، فهمتيني ولا لا؟ واللي بقى تيقول اللي قال له راسو كما هي العاده. بالمناسبه انا كنتاسف لان هذاك السيد ما كانش خصو يكون هو هذاك انسان مستفز، ويعني يعني الموقف المجتمع منه عموما سلبي جدا. وهذا واحد احنا عبرنا على الراي ديالنا في هذه القضيه، وكنا كنتسناو انه في التعديل الحكومي السابق يعني يمشي يرتاح شويه في دارو. شاءت اقدار الله، هذا الشيء ما عندنا ما نديرو، لا غالب الا الله. شاءت اقدار الله انه يبقى في الموقع ديالو، وهو اللي يتكلف بالطرح ديال هذه القضايا هذه. زعما تيقولوا الفرنساويين سا كومونس مال، اقولها بكل وضوح وبكل صراحه وبكل صدق، بغض النظر على انه هو يعني كان صديق ديالي سابقا، ويمكن نقول لكم باقي العلاقات الانسانيه كتكون زعما بطريقه او باخرى، ولكن هذا الشيء هذا اللي مشى له ماشي هو اللي لائق به، وماشي هو اللي كان خصو يكون فيه. وزير الاوقاف ما عندنا ما نقولوا، ماشي معنى انه وزير الاوقاف غنقبلوا منه كل شيء، لا، وزير الاوقاف تنحترموه تنقدروه، ولكن وزير الاوقاف يعني مؤهل باش لانه ما تيخش السياسي يكون غير سياسي والسلام. السياسي اول شيء خص يكون كيمثل الثقه ديال الناس، باش بعدا المشكل ديال الثقه ما تيكونش مطروح عندهم. خص يكون هذا السيد اللي غادي يجي يعني يطرح قضايا بهذا الحرج، خصو يكون يعني واحد الانسان يعني الناس كيعرفوه، كيثقوا في الكفاءه ديالو، كيثقوا في الاستقامه ديالو، كيثقوا في النيه الحسنه ديالو، وثم بعد ذلك يقع النقاش. ولكن دابا اللي عطى الله هو هذا، فهمتيني ولا لا؟ انا كنتمنى الا كان هذا الشيء ممكن، الا بغى الله سبحانه وتعالى ان يقع سيقع، فهمتيني ولا لا؟ يعني ان يعفى هذا الرجل ويذهب الى بيته، يعني ليهتم بقضاياه في المحكمه كمحامي. ولكن يعني هذا الموضوع هذا خصو شخص اخر، فهمتيني ولا لا؟ اللي من الطينه ديال الناس اللي دازوا في هذا الوزاره
وبعضهم توفي رحمه الله، وبعضهم يعني لا يزال حيا يرزق، فهمتيني ولا؟ كاين السي الربيد، كاين السي ماشيشي العالمي، كاين اشخاص اخرين من هذه الطينه بطبيعه الحال اللي توفوا. ما نهضروش على يعني كبار القوم، يعني السي الناصيري والسي محمد بن العربي العلوي والى اخره. فاذا نحن اليوم حزب العداله والتنميه يناقش هذا الملف ليصدر آراء فيما صدر عن السادة وزير الأوقاف ووزير العدل. بمعنى آخر أنهم هم تكلموا، احنا غنتكلموا، والمجتمع يعني راه هو حكم بيننا، وفوقه جلالة الملك، انتهى الكلام. يعني بعد ذلك ملي غادي تجي يعني النصوص يعني رسميا، وتجي النصوص القانونية المترجمة لها، سيكون لنا يعني كلام آخر ومواقف أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.